الفيلم بيبدأ في روسيا، أسرة مكونة من 3 قاعدين عند النهر بيستمتعوا بوقتهم جدا. أصغر واحد فيهم اسمه سيرجي بيتفاخر قدام أخوه الكبير وأمه إنه طلع فوق الشجرة، وفجأة طيارات حربية ألمانية بتعدي من فوقهم. الأم بتطلب من أولادها بسرعة يستخبوا في الشجر، لكن الولد اللي عنده 6 سنين بيقول إنه مش خايف وبيرمي الطيارة بالمقلاع، ولدهشة الكل بيقدر يسيب الطيارات وبيفجرهم. لكن لما بيبص حواليه بيلاقي إن عيلته كلها اختفت. سيرجي بيصحى مفزوع من الحلم وبينادي على أمه، وساعتها حد بيخبط على الباب. هو بيفتكر إن دي أمه فبيروح يجري على الباب، لكن جارة ليهم بتدخل مرعوبة. الست دي بتحمد ربنا إن هو لسه عايش وبتقوله إن أمه وأخوه ماتوا. الولد الصغير مش قادر يستوعب اللي هي بتقوله ومصمم يقعد في البيت مستني أمه. الست بتقوله إن الألمان هجموا عليهم وإن لازم يهرب، وفجأة جنود بيدخلوا ناحيتهم. الست بتخلي سيرجي يهرب من الشباك، لكن هي بتتقتل بالرصاص قبل ما تلحق. الطفل اللي عنده 6 سنين دلوقتي بقى لوحده، لا عنده أهل ولا أصحاب. سيرجي وهو بيجري بعيد عن البيت بيشوف حيه كله مولع وبيتحرق وراه. بينادي على أمه ومفيش حد بيرد ويجري بعيد أكتر. بعد شوية جري بس بيلاقي نفسه في نص الغابة. بيبدأ ينادي على أمه تيجي تاخده علشان هو ضايع. الليلة دي بينام في الغابة، وتاني يوم الصبح بنشوفه بيشرب من مية النهر. وفجأة العساكر الألمان بيقربوا ناحيته. سيرجي وهو عارف إنهم خطر عليه بيستخبى بسرعة جوه جذور شجر، بس بيتفزع لما بيلاقي تعبان بيقرب منه، لكن ما بيطلعش صوت ولا بيجري. هو مرعوب من العساكر أكتر من التعبان. العساكر بيقعدوا ياكلوا عند النهر وبيمشوا، وبعد ما يمشوا سيرجي بياخد الأكل اللي سايبينه ويفترسه بالليل. بس في آخر اليوم الولد الصغير بيكون خلصان، بقاله يومين من غير وجبة عدلة وماشي من غير أي وجهة. رجليه بتوجعه وبيقع وهو ماشي، لكنه بيحاول يكمل. بيشوف توت بري وبياكله بجوع، بس فجأة انفجار بيحصل وراه يخليه يتفاجئ. الولد بيدوخ وبيبدأ يتخيل ان في حد ماشي وراه، بس حتى في الحالة دي بيقف بشجاعة وبيقول للشخص اللي فاكر انه وراه معايا بندقية ومش خايف. هو بيحاول يكمل ماشي برجله المتصابة، لكن في الآخر بيقع فاقد الوعي. وهو نايم جنديين بيقربوا منه. المشهد بيتنقل لقاعدة الجيش الروسي واللي فيها القائد مستني دورية الجنود بتاعته. الجنود بيرجعوا ومعاهم الولد الصغير اللي كان متصاب وضعيف، ولما الجنود بيقولوا له انهم في صفه الولد الصغير بينفتح معاهم وبيعرفهم بنفسه. الجنود بيضحكوا لما الولد بيصافح القائد وبيقترحوا له ان هو يعرف نفسه برضه. الجنود حسوا بمودة ناحية الولد الصغير وبيبقوا حواليه، بيخلوه يشرب مية وياكل. حتى القائد المعروف ببروده بدأ يهتم بالولد. ممرضة اسمها كاتيا بتعالج جروح سيرجي وبتنبسط من شخصيته هي كمان. الولد بيطلب منها ترسم دبابة على جروحه لأنه عايز يبقى جندي لما يكبر. حتى الجنود المصابين بيتكلموا مع الولد وبيحسوا بخفة. سيرجي كان منبهر بمسدس القائد بتاعه والشارات بتاعته كمان، والقائد برضو كان بيرد على كل أسئلة الولد وبيسيبه يلعب بالمسدس بعد ما شال الطلقات منه. سيرجي وراه الدبابة المرسومة على بطنه وعنده فخر كبير إنه هو كمان بقى جندي. الولد كان بيخف بسرعة كبيرة، والممرضة كاتيا طلبت من القائد يخلي الولد يقعد مع الكتيبة، لكنه رفض وقال إن ده مش آمن. هو عايز يبعته ملجأ أيتام. الجنود كانوا بيقضوا كل وقت فراغهم مع سيرجي، كان بيجيله زيارات طول اليوم، بيجيبوله أكل، باعتينه عائلاتهم من بعيد، وحتى بيسيبوه يلعب بالمناظير بتاعتهم. في يوم واحد من الجنود راح للقائد علشان يطلب منه يخلي الولد يقعد مع الكتيب. الجنود بقوا مرتبطين بيه جدا وبيعتبروه ابنهم. وجوده كان بيخفف عنهم حمل الحرب، لكن القائد كان مصر يبعته الملجأ أيتام علشان سلامته. تاني يوم الأعداء هجموا واتصاب جنود كتير قوي. عربية جت تاخد سيرجي عشان توديه الملجأ الأيتام. القائد قال للولد الخبر واداله مسدس فخري خشب كهدية. الولد حضنه وقال له إنه خايف على سلامة القائد. القائد اتأثر بالعناق ده وغير رأيه، طلب من سيرجي يفضل مع الجنود كابنه.
وفي الليلة دي الجنود بدأوا يدوروا على لبس جندي صغير للولد، وكانوا فرحانين جدا إن هو هيقعد معاهم. القائد صحى سيرجي واداله اللبس. الولد لبسه وجري حواليهم، شكله بقى زي جندي بجد. الجنود بدأوا ينادوه بالجندي الصغير. وهو بيجري حواليهم الألمان شنوا هجوم جوي على الكتيبة. الجنود بسرعة أخدوا سيرجي لمكان آمن وقاتلوا الباقيين. عدد المصابين من الجنود كان بيزيد بسرعة. سيرجي حب يكون مفيد فبدأ يجيب مية للجنود العطشانين. واحد منهم طلب منه يقرأ له خطاب جاي من عيلته علشان عينه متغطية بشاش. الولد الصغير كان عايز يساعد لكنه ما بيعرفش يقرأ. بياخد الجواب ويبدأ يخترع اللي مكتوب فيه، ويقول للجندي إن البقرة بتاعته بخير في البيت. ولما الجندي بيقول له إنه ما عندوش بقرة، باقي الجنود بيقولوا له يمشي مع القصة ويضحك. سيرجي بيقرأ باقي الجوابات بنفس الطريقة وبيفرحهم. في المشهد اللي بعده بنشوف كاتيا مع القائد وهم بيتكلموا. الاتنين واضح إن في بينهم إعجاب لكن ما بيعترفوش بمشاعره. بعدها سيرجي بيقول للقائد إنه في منصب المنظم في الكتيبة. بيبدأ يعرف نفسه كده، لكن الولد بعدين بيشوف مكان واحد من الجنود متدمر من الهجوم. القائد بيعلمه يقلع القبعة بتاعته علشان يدي احترام للجندي الميت. تاني يوم سيرجي أصر إن القائد يديه مهمة، فاداله مهمة توزيع الجوابات على الجنود. سيرجي خلص مهمته بكفاءة وحتى خلى الجنود يرقصوا على شيء. اليوم اللي بعده سيرجي خرج شوية بعيد عن القاعدة مع المنظار، وهو بيلعب بيه شاف راجل بيتحرك من جوه كومة قش. جري بسرعة على الكتيبة وقال للجنود عن اللي شافه. الجنود ما كانوش مقتنعين لكنهم راحوا معاه. ولما قربوا من كومة القش اتفاجئوا إن في 2 جواسيس ألمان مستخبيين تحتها. الجواسيس اتقبض عليهم والولد اتشكر على ذكائه. في الليلة دي القائد ورى سيرجي أوراق التبني القانونية وبقى رسميا أبوه. سيرجي كان عارف إن القائد عنده مشاعر ناحية كاتيا فقرر يردله الجميل وأخده علشان يعترف لها، لكن الاتنين شافوها بتتكلم مع راجل تاني وافترضوا غلط إنها مهتمة بحد غيره. القاعدة اتهاجمت تاني من الألمان المرة دي. سيرجي ساعد الجنود بكل قوته وجاب ذخيرة للجنود اللي في الصف الأمامي، لكن الجنود هناك أمروه يرجع للمخزن علشان بره خطر جدا. ولما رجع المخزن شاف القائد وباقي الجنود متوترين علشان الاتصال بالكولونيل اتقطع. جندي اتبعت يصلح الأسلاك المقطوعة. سيرجي مشي وراه ولما لحقه شافه مصاب إصابة قاتلة. سيرجي سأل الجندي المحتضر إزاي يصلح الأسلاك وعملها بنفسه، والاتصال رجع وطلبوا تعزيزات. الولد اللي عنده 6 سنين أنقذ حياة الكل. بعدها بنشوف القائد مع كاتيا بيتكلموا عند النهر. القائد أخيرا اعترف لها بحب وطلب منها تكون أم سيرجي. كاتيا كانت في قمة سعادتها، لكن قبل ما تقول حاجة جندي قرب منهم وادى القائد خطاب وقال إنهم اتنقلوا من القاعدة. تاني يوم كل الجنود مشيوا على قاعدتهم الجديدة ومعاهم سيرجي، لكن وهم في طريقهم بيلاقوا حقل ألغام بينفجر فيه شوية من عربياتهم. القائد بيتصاب والمنظم بتاع المجموعة اللي كان سيرجي قريب منه بيموت في الانفجار. سيرجي بيعيط وبيحضن القائد. الجنود بيشيلوا المصابين معاهم وبيكملوا رحلتهم للقاعدة الجديدة. ولما وصلوا أخيرا للقاعدة التانية قابله جنرال، حتى هو اتأثر بطموح الولد وهنئ القائد علشان عنده ولد ذكي كده. اليوم اللي بعده فرقتهم اتكافئت براية حراسة وكمان الولد أخدها. هو وعد إنه ينقذ بلده لما الجنرال اداله الشارة بتاعته. وفي ليلة قاعدتهم اتعرضت لهجوم وحش والقائد اتسجن تحت الأنقاض. سيرجي بدأ يعيط وينادي على أبوه ويحاول ينقذه. نادى باقي الجنود واللي أخيرا طلعوا القائد. تاني يوم سيرجي راح للقائد المصاب وإيديه كانت متعورة وهو بيحاول ينقذه. الولد دلوقتي بقى جزء ما ينفصلش عن الفريق، ما عندوش عيلة غيرهم وبيتنقل معاهم في كل مكان في الحرب. الفيلم بينتهي والفرقة بتتشاف وهي رايحة على قاعدة جديدة، وصوت في الخلفية بيحكي إنه شارك في المعركة ووصل لبولندا مع الجنود ودلوقتي معروف كأصغر جندي في العالم. والقصة الأسطورية دي عن شجاعته انتشرت للعالم كله علشان يسمعها. اشتركوا علشان تشوفوا فيديوهات أكتر زي دي وفعلوا الجرس. ما تنسوش اللايك علشان تدعموا القناة، وشكرا لمشاهدتكم.